في كام حاجه معظم البنات بتعملهم بعد انهاء العلاقه. يعني مثلا حبيبها ما كملش معاها العلاقه، او حبيبها غزلها، حبيبها ضحك عليها بالمعنى البلدي. يعني هي تعمل ايه بقى؟ عايزه تحرق دمه، عايزه تفش غلها فيه. تروح هي بذكاوتها، او لا مؤاخذه في الكلمه، اللي هي ما عندهاش عقل تفكر، اللي هي تخش علاقه تانية عشان تستفزه، عشان تقول له لا يا حبيبي مش انت وبس، لا يا حبيبي انا عندي 50 واحد، 50 50 50. انا رأيي لا. ليه بقى؟ عشان الكام كلمة دول لازم تفهموهم كويس. مش عشان اول علاقة كده حصل مشاكل، او في نص العلاقة حصل مشاكل وزعل وبتنجان وباب غنوب كده، تروح انت داخلة علاقة تانية اللي انت تبيني لحبيبك القديم اللي انت 50 واحد يتمناكي، وطبعا انت مش عارفة اللي هو بيحبك، او بيتقل عليكي، او بيستفزك، او عايز يشوف حبه بالنسبة لك ايه. هل لما يعمل كده هتبصي بره، ولا هتدوري على حد تاني، ام هتصبري شويه وتشوفي ميته هتبقى ايه، نظامها ايه؟ يا ريت لما تخش العلاقه ما تسرعيش، خلي عندك صبر للشخص اللي قدامك. اذا بقى لو انت عندك رصيد ليه هو. يعني ايه رصيد ده يا عم احمد؟ ابسطها لك. رصيد ده يعني انا مثلا بقدم لك حاجات كويسه، خير، حب ومشاعر واحساس واهتمام، وي 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 وي، ده الرصيد اللي عندك انت ليه هو. اذا لما عندوش هو رصيد، او ما عندوش اساسا الاهتمام بالنسبه لك، او ما بيحسش بيكي، او مش مراعيكي، او اي حاجه من كده، يعني الشخص ده لما تسيب العلاقه مش لازما يعني تسيبيه وتروح لحد تاني. اي كان من اللي انا قلته ده اصبري، يمكن بيعمل كام حاجه دول بيتقل، او بيشوف مشاعره بالنسبه لك ايه، او اي حاجه. يعني مش دايما اي بنت تسيب العلاقه تخش في علاقه تانية. انا مش مقترح بالكلام ده خالص، او بالاصح مش معاكي في الكام حاجه اللي انت بتعمليهم دول. اللي انت لما تخشي العلاقه ويحبك ومريت على تجربه ومشاعر واحساس وي وي وحاجات كتير قوي، وفي الاخر بعد ما يحصل مشكله صغيره تروحي علاقه تانية. لا، انت تصبري شوف هو عايز ايه بالظبط، ايه اللي في دماغه وايه اللي في دماغك انت. ما تسيبيش العلاقه اللي انت فيها، اللي انت حطيتي فيها حب ومشاعر واحساس وي وي، وتروحي علاقه تانية. ما هو ممكن الشخص ده يرجع لك، ممكن الشخص ده بيتقل عليكي، ممكن حاجات كتير قوي. انا بنصح كل بنت مش تسيب العلاقه ترشق في علاقه تانية وقتي. لا، لا وثم لا. واحلى مسا عليكم لو فهمتوا الكلام. ولو عجبكم الفيديو او كلامي بالظبط، اشتركوا في قناتي واتقوا على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. احلى مسا عليكم لو فهمتوا الكلام.